نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: المزدوج منه وهو ما وقع في موضعين من الجزء. طيب أتى تالي خضم خبل وما تلا الإضمار منه خزل، والكف بعد الخضم شكل واشتهر بالنقص بعد العصف والأنواع دار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. تحدثنا في الدرس الماضي عن الزحاف، وقلنا إنه من تقارب الأجزاء بحذف أو تسكين يعتري الأسباب. وقلنا إن الزحاف إنما يدخل الأسباب مجموعة سواء كانت ثقيلة أو خفيفة، ولا يدخل الأوتاد سواء كانت مجموعة أو مفروقة. وتحدثنا وقلنا إن الزحاف ينقسم إلى قسمين: زحاف مفرد وزحاف مزدوج. فالزحاف المفرد هو ما اعترى السبب في الجزء الواحد، معناها أن يكون الجزء اعتراه زحاف في سبب واحد من الأسباب التي تؤلف التفاعل. وذكرنا بعض المسائل التي تتعلق من حذف الساكن أو تسكين المتحرك، من حذف الساكن في السبب الخفيف أو تسكين المتحرك في السبب الثقيل. وفي هذا الفصل نتحدث عن الزحاف المزدوج، وهو ما كان في التفعيلة الواحدة أكثر من زحاف. إذا كان في التفعيلة الواحدة أكثر من زحاف نقول إن الزحاف مزدوج، وهو أن يجتمع زحافان في تفعيلة واحدة من الزحافات التي ذكرنا في الدرس الماضي، كاجتماع الطي والخبل، وكاجتماع الكف والخبل. والمزدوج مصطلحاته قليلة لقبحه، لأنه قبيح، إذ يضعف وزن البيت حتى لا يبقى من وزنه إلا القليل لكثرة الحذف والتسكين، يعتري التفعيلة الواحدة حذفا وتسكينا. فعرف المزدوج من الزحاف بأنه ما وقع في موضعين من الجزء. وقلت إن الجزء والتفعيل والركن يطلق على أجزاء التفعيل، فمفاعيل جزء وفعول جزء، وتسمى تفعيلة وتسمى ركنا، وتجمع على أجزاء وتفاعيل وأركان. نعم. قال: طي أتى تالي خبن خبل وما تلا الإضمار منه خزل. معناه طي أتى تالي خبن، معناها إذا أتانا خبن وتلاه طي نقول إن الجزء خبل في هذه الحالة. معناها إذا اجتمع الطي والخبن يتولد عن اجتماعهما مصطلح جديد هو الخبن. وتقول إن الجزء مخبول باجتماع الطي والخبل، وتقول إن الجزء مخبول لأن الطي هو حذف الساكن الثاني، والخبن هو حذف الساكن الرابع. فإذا اجتمع بأن حذف الثاني وحذف الرابع
تقول إن الجزء خبل أي صار مخبولا، والخبل في اللغة هو الفساد، ولذلك يقال للمجنون مخبول لأن عقله فسد. فتقول إن الجزء مخبول، والخبل في اللغة هو الفساد والاختلال. ولما ذهب ثاني الجزء من السبب الخفيف ذهب لأنه كان ساكنا في الأصل، فعندما ذهب ثاني الجزء ورابعه في نفس الوقت، أي حذف السبب الخفيف، حذف الساكن سكونه، وحذف سكون الرابع كأن سمي خبلا، شبه بالذي اعتلت يداه حتى صار مخبولا، لأنني قلت إن الخبل يراد بالفساد ومنه المخبول. وهذا الزحاف المزدوج لا يدخل إلا مستفعل مجموعة الوتد، ومستفعل مجموعة الوتد إذا حذفت الثانية والرابعة تكون أمام متعيل، تكون أمام 4 متحركات، متعيل تكون أمام 4 متحركات فاصلة كبرى، وهذا قبيح لأنه أضعف الوزن. وربما استخدمه الشاعر وهو أشبه بالضرورة، لأنه أضعف الوزن إلى أبعد حد. استخدمه النابغة الذبياني في المعلقة عندما قال: واحكم كحكم فتاة الحي نظرت. هو يصف امرأة حادة البصر وهي عندها حمامة، فرأت حماما مر بين جرف كدى، فقالت: لو أخذتم هذا الحمام وأضفتم إليه نصفه وأضفتم إليه حمامتي كان المجموع 100 حمامة. ثم نعم، فحسبوه فوجدوا ما قالته صحيح. فكم عدد الحمام؟ كم عدد الحمام؟ 66 حمامة. فهي رأت حماما مارا فحسبته من مروره لأنها كانت قوية البصر، فعندما حسبوه وجدوا الحمامة 66 حمامة، لو أضافوا إليها نصفها وهو 33 مع حمامتها كان المجموع 100 حمامة. لذلك ربما ألغز به البعض فقال: ألا ليت ما هذا الحماملية، وهو قولها الذي ينسب إليها، إلى حمامتية ونصفه قدية تم الحمام 100، فيكون الحمام 100. وهذه القصة هي التي ضمن نابغة في المعلقة وقال: واحكم كحكم فتاة الحي نظرت. ضاع علي شطر البيت، ولكن البيت الذي يليه وهو موطن الاستشهاد: فحسبوه فألفوه كما زعمت 99 لم تنقص ولم تزيد. فحسبوه فألفوه كما زعمت 99 لم تنقص ولم تزيد. التفعيلة الأولى من البسيطي هي مستفعل، ولكن ما هي تفعيلة فحسبوه؟ فحسبوه متعل، فهو هنا استخدم الخبل لأنه حذف سكون السكون الثانية من السبب الأول، وحذف السكون الرابعة من السبب الثاني في تفعيلة واحدة، فاستخدم الخبل وهو كما قلت قبيح. وابن مالك في الألفية استخدمه في نوه، قال: وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة ووشق. وقرن متعل وعدن متعل ولاحق وشدقم وهيلة ووشق، وهو قليل
وهو قبيح الاستخدام، ولكن الشاعر قد يضطر إلى استخدامه فيكون جمع بين الطي والخبن ونتج عنه خبن أي فساده. نعم. تكملة البيت إلى حمام شراع وارد الثمد إلى حمام واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد فحسبوه فألفوه كما زعمت 99 لم تنقص ولم تزد، يعني أنها كانت حادة البصر فحسبت الحمامة وقالت ألا ليت ما هذا الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قد تم الحمام بي، فكان الأمر كما قالت، لأنهم عندما حسبوا الحمام وجدوه 99 لم تنقص ولم تزد، كما قال النابغة في معلقته يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف العيد. نعم. طي أتى تالي خبن خبل وما أتى الإضمار منه خزل. كذلك الخبل يدخل مفعولات يدخلها الخبل فتصير معولات فقط، لأنك حذفت السكون الأول والسكون الرابع مفعول فتصير معولات. ومفعولات سبق وقلنا بأنها تكون في السريع وتكون في المنسرح وتكون في المقتضب. تأتي ثالثة السريع مستفعل مفعولات، وتأتي ثانية المنسرح مستفعل مفعولات مستفعل، وتأتي أولى في المقتضب وهو مفعولات مستفعل. وأما النوع الثاني من أنواع الزحاف المزدوج فهو ما يسميه العروضيون خزلا، وتقول إن الجزء مخزول. والخزل في اللغة هو القطع، خزله بمعنى قطعه، فالخزل لغة القطع. ولما تكرر التغيير على الجزء شبه بالسنام المقطوع، السنام هو ذروته هي السنام، فشبه هذا الجزء بالسنام المقطوع الذي أصابته الدبرة ثم قطع، وهو لا يدخل إلا متفاعل. نعم. اقرأ. والكف قال والكف بعد الخبن شكل واشتهر بالنقص بعد العصف والأنواع عثر. نعم. والكف سبق وبيناه في الدرس الماضي، إن راجعتم الدرس قلنا بأن الكف هو حذف السكون السابع، فمفاعيل تصير مفاعيل، وهو قبيح في الطويل كما قلت. ولذلك قال أحدهم كففت عن الوصال طويل شوقي إليك وأنت للنفس الخليل، وكفك للطويل فدتك نفسي قبيح ليس يرضاه الخليل، لأنه قبيح ليس يرضاه. والكف بعد الخبن يعني أن الكف وهو حذف السكون السابع مع الخبن وهو حذف السكون الرابع نسميه شكلا. نعم. الخبن ثاني خبل طي، الطي هو حذف السكون الثاني، والخبن هو حذف السكون الرابع. نعم. أليس كذلك؟ إذا انظر في درسك وفي الدرس الماضي حتى نرجع إليه. إسكان ثاني الجزء إضمارا ضعوا وحذف، نعم هو حذف السكون الثاني وهو الخبن. إضمار ثاني الجزء إسكان ثاني الجزء إضمارا ضعوا وحذفه خبن، الحذف الثاني هو الخبن. فعندما نحذف الثانية الساكنة ونحذف السابعة الثانية نكون أمام شكله، وهو اجتماع الخبن
والكف. نعم. والكف وجزء، تسمي الجزء في هذه الحالة مشكول، تقول إن الجزء مشكول. والشكل في اللغة هو التغيير، ولما حذف آخر الجزء وما يلي أوله، نعم هناك بيناه في الشرح، مما حذف آخر الجزء وهو السكون السابع، وما يلي أوله وهو السكون الثاني من السبب الخفيف الأول، وما يلي أوله شبه بالدابة التي شكلت. تعرفون أن البعير إذا شكل وهو أن تجمع يده ورجله من خلاف في حبله، تقول شكل. شبه بالدابة التي شكلت يدها ورجلها، لأن الجزء يمتنع بذلك من امتداده وإطلاقه، كما تمنع الدابة بالشكال من امتداد قوائمها. والكف والشكل لا يدخل إلا فاعلات، فتصير فاعلات ذات الوتد المجموع، لأنك خبنتها بحذف الساكن الثاني وكففتها بحذف الساكن السابع وهو النون من فاعلات، فتصير أمام فاعلات فقط، تصير أمام فاعلات. ولا يدخل إلا فاعلات مجموعة الوتد، وأما فاعلات مفروقة الوتد فلا يدخله. وكذلك يدخل مستفعل مفروقة الوتد فتخبنها، والخبن هو حذف الساكن الثاني، فتصير متفعيل، وتحذف السكون السابع وهو له، فتصير متفعيل فقط. نعم. واشتهر بالنقص بعد العصب والأنواع ذر. واشتهر الكف بعد العصب والأنواع، أي الأنواع الأربعة لقبحها، وهي الخبل في الرجز، والنقص في المجزو، والخزل فيه أخوف منه في التام. معناها ذر، معناها دع هذه الأمور. إذا كنت شاعرا فلا تستخدمها بحال من الأحوال لقبحها، أي لقبح هذه الأمور. وإذا نظمت فلا تستخدمها لأنها قبيحة جدا، فلا يلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى، كما فعل النابغة الذبياني عندما قال فحسبوه وإن كان النابغة قبل العروض، كما قال أبو العتاهية فحسبوه فألفوه كما زعمت 99 لم تنقص ولم تزد. ولذلك المزدوج من الزحاف قليل وقبيح، ولكن له ما يعضده من كلام العرب البلغاء ممن نظموا فاستخدموا أكثر من زحاف في جزء واحد أو في تفعيلة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعاقبة والمراقبة والمكانفة إن يتواليا خفيفان امتنع حذفهما معا وغيره اتسع، فبالمعاقبة امتناع سن وجزءها يدعى بريئا إن سلم، وهو صدر عجز وطرفان إن زهف الأول والثاني وذان، وهي في غير الذي يأتي تصح إلا الأخير وتجي في المنسلح. نعم. إذن هذا باب تحدث عن 3 مصطلحات، وهي المعاقبة والمراقبة والمكانبة. المعاقبة مفاعلة من عقبة، بمعنى جاء بعده، ومنه العقب أي ما يتركه الإنسان. والمراقبة مفاعلة كذلك من راقبة، والمكانفة مفاعلة كذلك من الكنف.
وكل مصطلح من هذه المصطلحات يطلق على حالة معينة. فقال إن تواليا خفيفان امتنع حذفهما. نهى إذا تواليا سببان خفيفان امتنع حذفهما معا. يحذف أحدهما، ولكن أن تحذفهما معا فهذا لا يصح بل يمتنع. إن تواليا خفيفان حذف النعت وترك المنعوت، أي سببان خفيفان في جزء واحد أو جزئين، جزء واحد أو جزئين، امتنع حذف الثاني من كل، امتنع حذف الثاني من كل منهما. نعم، امتنع حذف الثاني من كل منهما. تواليا خفيفان امتنع حذفهما معا. وغيره اتسع، وغيره وهو حذف أحدهما أو سلامتهما معا. معناها إذا حذفت أحدهما فهذا متسع، أو سلما معا، أي سلم السببان معا، إذ لا بد من سلامة أحدهما، لأنهما إما أن يسلما معا وأن يحذف أحدهما، وحذف واحد منهما يقتضي سلامة الآخر. معناها لا بد من سلامة أحدهما، لأنهما لا يحذفان معا ولكن يمكن أن يسلما معا، يمكن أن يسلما معا ولكن لا يحذفان معا. نعم. فبالمعاقبة الامتناع سم، معناها سم لغة في أمر، لغة في الاسم، سم وسماء وسمون والسمون والسمون، هذه لغات الاسم كما قال ناظمها: لغات الاسم قد حواها الحصر في بيت الشعر، وهو هذا الشعر اسم وحذف همزه والقصر مثلثات مع سمات 10، فهي 10 لغات. وقيل 18 لغة: اسم سم سما سماء وسمه سمات ثلثهن نلت المكرمة، فستة في 3 يكون الناتج 18 لغة. فبالمعاقبة مأخوذة من معاقبة الراكبين، أي تداولهما وتناوبهما للركوب، من المعاقبة وهو التناوب، وهو أن يركب زيد مدة ثم يأتي عمرو فيركب ثم يأتي خالد. وتعلمون أن المسلمين يوم بدر تعاقب كل 3 منهم على بعير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاقب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع زيد بن ثابت حبه، فكان يقولان له: خذ نوبتنا، فيقول: لستما أقوى مني على المشي، وإني أحتاج إلى الأجر كما تحتاجان. ذلك يقول ناظم السير: واعتقب في ذلك المسير كل 3 على بعير، منها بعير نال بالذي حمل ما لا يناله مدى الدهر جمل. منها بعير نال بالذي حمل ما لا يناله مدى الدهر جمل، حين تعاقبت عليه الخيرة طه وزيد حبه وحيدر. وقد أبى طه بغير نوبته عن الركوب مع علو رتبته، يقول: لستما على المشي مني أقوى ولا أنا عن الأجر غني. معناها أنتما لستما أقوى مني على المشي ولست غنيا عن الأجر، لذلك كانوا يتعاقبون. فمن هذه سمي هذا في العروض معاقبة، وهو أن الراكبين يتعاقبان. من معاقبة الراكبين أي تداولهما وتناوبهما للركوب.
وذلك أن الساكنين كأنهما تداول الحذف وتناوباه. نحن قلنا لا يحذفان معا، معناه أنهما إما أن يسلما فلا يحذف واحد منهما، وإما أن يحذف أحدهما ويسلم الآخر، وأما حذفهما معا فهذا ممتنع. نعم. قال فبالمعاقبة للامتناع سين وجزءها يدعى بريئا إن سلم. وجزءها يدعى بريئا لبرئه من التغيير الذي يصيبه، كما يبرأ السقيم من المرض، كما يبرأ السقيم أو المريض من النازلة أو المرض الذي ألم به، إن سلم منهما، سواء كانت في جزء أو جزئين، سواء كانت في جزء، والجزء كما قلنا يطلق على التفعيلة. هذه مصطلحات يجب أن تضبط في جزء أو جزئين أو تفعيلتين. وكما قال هو: وشرط حلولها في جزئها أن يكون سالما من نقص العلل والزحاف الجاري مجرى العلة، وذاك له بابه إن شاء الله. سنتحدث عن العلل وسنتحدث عن الزحاف الذي يجري مجرى العلة. هناك زحاف يجري مجرى العلة سنتحدث عنه في بابه، وسنتحدث عن العلل، لأن هذا الباب الكبير يشمل الزحافات ويشمل العلل. معناها لا بد أن يسلم من نقص العلل، ويسلم من الزحاف الجاري مجرى العلة. نعم. وهو صدر عجز وطرفان إن زوحف الأول والثاني وذان. وهو الضمير عائد إلى الجزء، وهو أي جزءها صدر عجز وطرفان إن زوحف أي السبب، وهو أي جزءها صدر وعجز وطرفان إن زوحف السبب، معناها يعتراه الزحاف. إن زوحف السبب الأول، إن زوحف الأول معناها إن زوحف السبب الأول. نعم. زوحف السبب الأول لسلامة ما فيه كفاعلات مثلا، كفاعلات وفاعل، كفاعلات وفاعل، وهو عائد إلى الصدر، معناها يعود إلى الصدر. والثاني هو قال إن زحف الأول، معناها إن زحف السبب الأول. والثاني أو زحف الثاني لسلامة ما بعده كفاعلات في هذه الحال، لأنها فاعلات في الأصل. فإذا زحف الثاني كفاعلات وفاعل، وهو عائد إلى العجز، ولذلك قال إن زحف الأول صدر وعجز وطرفان، فالأول يرجع إلى الصدر، والثاني يرجع إلى العجز، وهو طبعا فاعلات وفاعل في كلا الأمرين. وذان معناها الأول والثاني، فالأول لسلامة ما قبله، والثاني لسلامة ما بعده، معناها إذا زحف الأول فهو لسلامة ما بعده، وإذا زحف الثاني فهو لسلامة ما قبله. كما تقول في المديد مبتدئا بعروضه فاعلات، تقول فيها فاعلات، تقول فاعلات فقط دون فاعلات. وفاعل تقول فاعلات فاعل، معناها سلمت الثانية. عندما حصل في التفعيلة الأولى سلمت الثانية، فقلت فاعلات فاعل سلمت ولم تسلم الأولى، أو أن تسلم الأولى ولا تسلم الثانية، فالأولى يرجع إلى الصدر والثاني يرجع إلى العجز. نعم. ولذلك قال وهو عائد إلى الطرفين ولم يتعرضوا
لتسمية جزء المعاقبة المزاحف، معناها إذا كان جزء المعاقبة المزاحف لم يسموه، وإنما قالوا إن سلم من الزحاف سمي بريئا، وإلا فلم يضعوا له اسما. نعم. ولم يتعرضوا لتسمية جزء المعاقبة المزاحف أحد سببيه فيه مفاعيل الذي زوحف أحد سببيه لم يتعرضوا لتسميته، وإنما وضعوا المعاقبة إذا توالى سببان فيمتنع حذفهما معا فيحذف أحدهما ويسلم الآخر بالضرورة، أو يسلما معا فلا يتعرض لحذف ولا يعتريهما نقص. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وهي في غير الذي يأتي تصح إلا الأخيرة وتجي في المنسبح. وهي في غير الذي يأتي، والذي يأتي هي المعاقبة، وهي الضمير عائد على المعاقبة. في غير الذي يأتي وهو الطويل والمديد والوافر بعد عصبه طبعا، والكامل بعد إضماره، والهزج والرمل والخفيف والمشتث تصح. معناه أن المعاقبة تصح في الذي يأتي وهو الطويل والمديد والوافر بشرط عصبه إذا عصب الوافر، والكامل بعد إضماره، والهزج والرجز والرمل والخفيف والمشتث تصح إلا الأخير. ما هو الأخير من البحور؟ المتقارب هو الأخير الذي تحدثنا عنه في الدائرة. إلا الأخير وهو المتقارب هو آخر البحور، ودائرته سميناها المتفق. إلا الأخير وهو بحر المتقارب. لماذا لا تصح في المتقارب؟ لأنه لا يتوالى فيه خفيفان فقط. المتقارب لا يتوالى فيه خفيفان لأنه مؤلف من وتد مجموع بسبب خفيف، فلا يمكن أن يتوالى خفيفان في المتقارب، فلا تصح فيه المعاقبة. وتجي في المنسرح ولكن يأتي في تفعيلة واحدة، وهي مستفعلا التي تأتي بعد مفعولاته، وأما مستفعل الأولى فلا تدخل فيها. وتجي في المنسرح في مستفعل التي بعد مفعولاته، لأن المنسرح مفعولاته كما قال الناظم في الدرس إن كنتم راجعتموه، مفعولاته ترى وسط، أن المنسرح هو مستفعل مفعولاته مستفعله، والسريع مستفعل مفعولاته فمفعولاته في الأخير، والمقتضب مفعولاته هي الأولى مفعولاته مستفعل. وتجي في المنسرح نعم في مستفعل الذي بعد مفعولاته. هذا هو. قال وفي سوى الآتي تحل إن تصح كذا تحل ثالثا في المنسرح. وفي سوى الآتي معناه في حشو ما يأتي من الأبيات. وهنا نقول إن الزحاف غير جار مجرى العلة لأنه وقع في الحشو في حشو الأبيات. ونقول إن الزحاف هنا غير جار مجرى العلة، لأن الزحاف إما أن يجري مجرى العلة وإما أن لا يجري مجرى العلة، فإذا وقع في الحشو فهو زحاف غير جار مجرى العلة. نعم. وتحل إن تصح، خرج به المتقارب لأنها لا تصح، وقال تحل المعاقبة إن تصح إذا كانت تصح. أما إذا كانت لا تصح فلا تحل بحال من الأحوال، لا في صدر ولا في عجز ولا في عروض ولا في ضرب ولا في حشو، لأن المتقارب لا يتوالى فيه خفيفان كما بين. إن تجي تصح معناها إذا كانت تصح فخرج المتقارب، لأن المتقارب لا يصح بحال من الأحوال إذ لا يصح فيه، لأنه لا يتوالى فيه خفيفان كما بينت.
كذا تحل ثالثا في المنسرح، معناها تحل في ثالثا في الشطر الأول والثاني من المنسرح. وعليه ما هي التفعيلة أو الجزء الثالث من المنسرح؟ هو مستفعل، فيصح أن تكون فيه. معناه أنها تصح تدخل الجزء إذا كانت تصح فيه، وبالتالي الخفيف لا تصح فيه بحال من الأحوال، المتقارب عفوا لا تصح بحال من الأحوال، لأن المتقارب لا يتوالى فيه خفيفان. وتصح ثالثا في المنسرح، سواء كانت في العروض أو الضرب. والجزء الثالث من المنسرح هو مستفعل، لأن المنسرح مستفعل، مفعولات مستفعل، تكون ثالثا أي في الجزء الثالث، سواء كان في الصدر أو العجز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وادع المراقبة أن يمتنع حذفهما وضده مجتمعا، وذا مبادئ شطور الجلب، شطر المضارع وشطر المقتضى. نعم. ويقرأ: والحذف والإثبات والمخالفة في كمل الأجزاء والمكانفة. وفي بسيط وجز سريع منسرح تحويل لا تسبيع، وليس يلزم زحاف آتي صدرا وحشا سائر الأبيات. وفي العروض والضرب يلزم منه الذي في سلك دين أو غيره. واضح. معناها قال هنا جاء للجزء الثاني وهو المراقبة، وقال: ادعو أنت أيها القارئ المراقبة. والمراقبة مفاعلة مأخوذة من المراقبة، والمراقبة بمعنى الانتظار، من راقبه إذا انتظره. المراقبة بمعنى الانتظار، كأن كل من الساكنين ينتظر حذف صاحبه، لذلك سمي مراقبة. فالساكن الأول ينتظر حذف الساكن الثاني، والساكن الثاني ينتظر حذف الساكن الأول، فسموا بالمراقبة. كأنه ينتظر حذف صاحبه ويثبت هو، لأنه إذا حذف صاحبه سيثبت هو تلقائيا. وكل منهما ينتظر أن يحذف صاحبه ليبقى. نعم. هنا بينهما أنانية. نعم، لأن أحدهما ينتظر أن يقع الحذف على صاحبه، لأنه إن حذف صاحبه سلم هو وبقي، وينتظر إثباته ليحذف أن يحذف صاحبه. أو سمي بالمراقبة من الحرس، لأن كل منهما يحرس صاحبه. معناها إما أن يكون المراقبة من الانتظار، وإما أن يكون من الحرس. لذلك المراقب في الامتحان يحرس الطالبة من الاختلاس. نعم. فكذلك المراقبة هنا، لأن كل واحد منهما يحرس صاحبه. نعم. بمعنى الحرس، لأن كل منهما يحرس صاحبه من الحذف بحذف، لأنه إذا سلم هو حذف الثاني، وإذا حذف الثاني سلم الأول، وهكذا. نعم. قال: وادعوا المراقبة أن يمتنع حذفهما، معناها أن يمتنع حذف الجزئين، أن يمتنع حذفهما. وضده ما اجتمع، معناها سلامتهما معا ما اجتمع. فسلامتهما معا لن يجتمع، وحذفهما معا لن يجتمع. ولذلك كل واحد منهما يراقب صاحبه أو يحرس صاحبه ليحذف ويبقى هو. ولا بد من حذف أحدهما وسلامة الآخر. هنا يعني كما قلت إن الأنانية هنا مطلوبة، لأنه إما أن يحذف هو أو يحذف صاحبه، ولا سبيل إلى عيشهما معا، أن يعيشا معا فهذا لا سبيل إليه. فالحذف إما أن يكون في أحدهما ليسلم الآخر، ولذلك كل منهما يرقب صاحبه أو يحرسه. نعم. قال: وهي توافق المعاقبة. هي المراقبة كما رأينا هي توافق المعاقبة في أنه إذا حذف أحد السببين سلم الآخر. فهنا تلاحظ أنها توافق المصطلح السابق الذي مر. وتخالفها في ماذا تخالفها؟ تخالفها
في أنه يمتنع فيها إثباتهما معا، بينما في المعاقبة يصح إثباتهما معا، يصح إثباتهما، لكن في المراقبة يمتنع إثباتهما. وفي المعاقبة يصح حذفهما وبقاء الآخر، وفي المراقبة يصح حذفهما وبقاء الآخر. فهي توافق المعاقبة وتخالفها في نفس الوقت، توافقها في حذف أحدهما وإثبات الآخر، وتخالفها في أن بقاءهما معا في المراقبة لا يصح، بينما في المعاقبة يصح. هذا هو أوجه التوافق والاختلاف بين المعاقبة والمراقبة. نعم. ولأنها لا تكون إلا في سببي جزء واحد بخلاف المعاقبة. كذلك من نقاط الخلاف أن المراقبة تكون في سببي جزء واحد، معناها تفعيلة واحدة، بينما المعاقبة تكون في جزئين، معناها قد يحذف جزء سبب من جزء ويسلم في الجزء الثاني. نعم. أو أن يسلما معا، معناها يكون في تفعيلتين. المعاقبة تكون في تفعيلتين، بينما المراقبة في تفعيلة واحدة. المراقبة في تفعيلة واحدة. نعم. وذا ماذا قال؟ وذا مبادئ شؤون جلال. وذا واضح. وذا معناها الضمير عائد إلى الامتناع، الإشارة إلى الامتناع، وذا إشارة إلى الامتناع لأنه هو القريب. وذا الامتناع مبادئ شطور بحور، مبادئ من البدء، شطور حذف الموصوف وترك الصفة، شطور بحور، شطور بحور انجلب من تلك السطور شطر المضارع اتفاقا، وشطر المقتضب على المشهور. شطر المضارع اتفاقا معناها وذا أي ذا الامتناع الذي تحدثنا عنه انجلب في بحور شطور هي المضارع والمقتضب على المشهور. وقيل من بحور المكانفة التي سنتحدث عنها، كقوله صرمتك جارية تركتك في تعب. صرمتك جارية صرمتك جارية تركتك في تعب. أين الشطر؟ صرمتك جارية تركتك في تعب. جارية ينتهي عندها السطر الأول. صرمتك جارية هذا هو سطر أو شطر، تركتك في تعبي هذا هو شطر آخر. اقرأ. والحذف والإثبات والمخالفة في كمل الأجزاء والمكانفة. نعم. والحذف معناها إجاز الحذف، الحذف إجاز الحذف. الفاعل هنا الفعل معلوم، وجاز أي وجاز الحذف لهما معا، أي السببين. والحذف لهما معا أي وجاز الحذف لهما معا، والإثبات لهما معا كذلك. والمخالفة معناها أن يثبت أحدهما ويحذف الآخر، معناها جاز الحذف إما أن يحذفا معا، والإثبات أن يثبتا معا، والمخالفة معناها أن يحذف أحدهما ويثبت الآخر. نعم. والمخالفة أن يثبت أحدهما ويحذف الآخر في كمل الأجزاء. كمل الأجزاء معناها الأجزاء السالمة من العلل وما يجري مجراها من الزحاف. في كمل الأجزاء أي الأجزاء الكاملة أي السالمة من العلل وما يجري مجراها من الزحاف، أي ما يجري من الزحاف مجرى العلة يجوز فيها المراقبة. في كمل الأجزاء. اقرأ. في كمل الأجزاء والمكانفة. كمل الأجزاء يرى المكانفة، والمكانفة تخالف المعاقبة بالوجه الأول وتخالف المراقبة به وبالثاني. هذه هي المكانفة، لأن المكانفة كما قلنا الحذف لهما معا أو الإثبات لهما معا أو أن يثبت أحدهما ويحذف الآخر، فهي توافق
المعاقبة وتوافق المراقبة وتخالفهما أيضا، فتخالف المعاقبة بالوجه الأول وهو حذفهما معا. المعاقبة لا يحذفان معا كما قلنا بالوجه الأول، وتخالف المراقبة بالوجه الثاني لأن المراقبة لا يسلمان معا. أما يسلمان معا وهو المعاقبة، وأما المراقبة فلا يسلمان، لأن كل واحد منهما يراقب الآخر ليحذف ويحل محله. والمراقبة به وبالثاني، وهي مأخوذة من المكانفة بمعنى المحافظة. معناه أن المكانفة هنا مفاعلة تعني المحافظة، لأن في توافقهما نفيا وإثباتا حفظ كل منهما لصاحبه. معناها في توافقهما في النفي وفي توافقهما في الإثبات حفظ لصاحبه، لأنهما إما أن يحذف معا العلة متحدة، وإما أن يثبتا معا العلة متحدة كذلك. وتوافقهما معا نفيا وإثباتا حفظ كل منهما لصاحبه لملازمته إياه، وكذلك مخالفتهما لأن جواز الموافقة كحصولها. معناها جواز الموافقة كحصول الموافقة، أو بمعنى المعاونة لإعانة الشاعر على ما يشاء، أو أن المكانفة تأتي بمعنى المعاونة لأنك ساعدت الشاعر لأن ينظم ما يشاء من خلال هذه الجوازات التي سمحت له. إذا ما هي البحور التي تأتي فيها؟ قال وفي بسيط وجز سريع منسرح تحل ذات تسبيع. معناها وفي بسيط رجز سريع منسرح تحل جزءا ذا تسبيع، والجزء المسبع هو مستفعل مجموعة الوتر ومفعولات كذلك السالمتان من النقص والعلل. ذاك شوف وقال وفي بسيط رجز سريع. البسيط مؤلف من تفعيلة سباعية وتفعيلة خماسية، صح؟ الخماسية لا تدخلها لأنه قال لا تسبيع أي الجزء المسبع، والجزء المسبع هو مستفعل، والمستفعل السباعي. والمنسرح مؤلف من تفعيلات سباعية وهي مستفعل مفعولات، والمنسرح مؤلف من تفعيلات سباعية كذلك وهي مستفعل مفعولات مستفعل. معناه أنها تصح في تفعيلتين من الرجز من المنسرح والسريع وهو مستفعل ومفعولات، وفي تفعيلة واحدة من البسيط وهي مستفعل، لأن الرجز مستفعل والسريع مستفعل مفعولات، والمنسرح مستفعل مفعولات مستفعل، والبسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل. ففاعل خماسية لا تدخلها لأنها لا تكون إلا في الجزء السباعي، معناها تكون في مستفعل في البسيط، في بسيط رجز، والرجز مستفعل تدخلها لأنها سباعية. والسريع هو مؤلف من مستفعل مكرر ثم مفعولات فهي تدخل مستفعل ومفعولات، والمنسرح تدخل كذلك مستفعل ومفعولات، إلا أن مفعولات المنسرح تكون وسطا بين مستفعل تقدمتها ومستفعل تأخرت عنها. نعم. قال وليس يلزم زحاف آتي صدرا وحشوا سائر الأبيات. نعم، وليس يلزم زحاف آتي صدرا وحشوا سائر الأبيات. معناها إذا كان في الصدر حشو لا يلزم أن يكون في العجز، وإذا وقع حشو في العجز لا يلزم أن يكون في الصدر، هذا غير لازم. فمثلا يقول امرؤ القيس كنانية بانت في الصدر والدهى مجاورة غسان والحي يعمر، سمالك الشوق بعدما كان أقصرا وحلت سليمان بطن قو فعرعر، كنانية بانت في الصدر والدهى مجاورة غسان والحي يعمر. سمال مفعول، كشوق باع مفاعيل، دما كفعول، أقصرا مفاعل، وحلت هنا فعول بينما في الأولى فعول فقط. سمال فعول بينما في السطر الثاني قال وحلت فعول، إذ لا يلزم ما طرأ في فعول في الصدر أن يلزم في العجز، فقد يأتي الصدر فعول ويأتي الحشو فعول، وقد يأتي الصدر
فعول بالنون، ويكون الحشو فعول لأنه غير لازم، لكن يلتزم الصاد في في الضرب. هنا تكون الالتزام إلا الضرب، لأن الطويل عروضه مقبوضة دائما، بينما ضربه يأتي مقبوضا ويأتي محذوفا ويأتي تاما. طاعن خيرا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر، هذا تام. ويزع مني كل يوم سلامتي، ما ثبتت إلا وأنا في نفسها أمر مفاعيل. أو يأتي مقبوضة كما في قول قفان بك منك راح حبيبي ومنزلي بالسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح في المقرات لم يعبر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال مفاعل. أو يأتي محذوفا كما في قوله لآلية بعد الضاعنين الشكول طيوان للعاشقين طول مفاعيل. ويخفين بدرا ما إليه سبيل مفاعيل أو فعول. وما عشت من بعد الأحبة سلوة ولكنني للنائبات حمول فعول. وهذا إن شاء الله سندرسه فيما نسميه بعلم العروض التطبيقي، لأننا لا نزال في النظر. معناه أن الزحاف إذا طرأ على حشو بيت لا يلزم الزحاف الذي وقع في الصدر أن يقع في الحشو في العجز، غير لازم. فقد يزاحف الصدر ولا يزاحف العجز لأنه غير ملتزم، بل الشاعر له الحرية في أن يقول ما يشاء، لأننا في العروض نقيد الشاعر تارة ثم بعد ذلك نفك عنه القيد ونسمح له بأن يفعل ما يشاء. فالحشو الزحاف الحاصل في الحشو لا يلتزم به الشاعر، بل قد يزاحف في الصدر ولا يزاحف في العجز، وهكذا. قد بينت في قول امرئ القيس سمالك سمال فعول، بينما في الصدر الثاني وحلت فعول. سليما مفاعيل، سليما بط مفاعيل، نقو فعول، فعرعر مفاعيل. كنانية بارت وفي الصدر ودها مجاورة، والسان والحي وأعمرة شبهتهم بالآل لما تحملوا حدائق دوم أو سفينة مقيرة أو المكرعات من نخيل بن يامن دوين الصبلاء يلين المشقرة. نعم. قال ولا يلزم زحاف وليس يلزم زحاف آتي صدرا وحشوا سائر الأبيات، غير لازم، لا يلزم سائر الأبيات، بل قد يأتي في الصدر ولا يأتي في العجز، وهكذا. وفي العروض أقرأ. وفي العروض والضروب يلزم الذي في سلكتين. هذا هو الذي شرحت معناه. أما العروض والضرب فيلزم منه ما ينظم في سلكين، أي في سلك العروض والضرب، وهو سيبينه عندما يتحدث عن كل بحر. لذلك سنقول إن شاء الله إن للطويل عروضا واحدة وله 3 أضرب، فعروضه دائما مقبوضة، وضربه يأتي مقبوضة ويأتي محذوفة ويأتي تامة، وإن شاء الله سنذكره في حين. وسنذكر عروض وضرب كل بحر من البحور، ما يلزم وما لا يلزم، إذ لكل بحر عروضه وضربه، ونذكره في البحور 15 أو 16. سنذكر ما يلزم وما لا يلزم. وأما الحشو الأبيات فلا يلزم زحاف أبدا، بل للشاعر الحرية في أن يزاحف أو لا، أن يأتي بالجزء تاما أو أن يزاحف. قلم الله وإياك علم التقى والأدب. سلمكم الله. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفهمنا ويفقهنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.